السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موعد مباراة النادي الأهلي وكل ما يخص مباراة الأهلي وبلدية المحلة، وهنتكلم عن نقاط القوة والضعف في الفريقين وموعد المباراة، والمباراة هتتلعب على استاد ايه وكل دوت. لكن قبل فضلا وليس أمرا، يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتصلي على الحبيب سيدنا محمد وتدعم اخواتنا في فلسطين من خلال التبرع لهم على الهلال الأحمر وبنك الطعام المصري. ونرجع لموضوعنا. يترقب الكثير من عشاق النادي الأهلي عودة النادي الأهلي إلى الدوري المصري ممتاز بعد غياب دام 87 يوم أو ما يقرب من 90 يوم. الأهلي هنشوفه النهاردة مع نادي بلدية المحلة، وهو اللقاء الذي تأجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري ممتاز. ويحتل النادي الأهلي حاليا في جدول الدوري المصري ممتاز مش عاوز اقولها لجمهور الاهلي، المركز العاشر. ايوه يا صاحبي، المركز العاشر يحتله في جدول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة في 6 مباريات، طبعا بسبب التأجيلات، بسبب داعي ان هو كان منشغل في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا. وفاز النادي الأهلي في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وهو لعب 6 مباريات. بينما على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة المركز ال13 في جدول الدوري المصري الممتاز ب 13 نقطة. يحتل المركز ال12 في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة. فيلتقي موعد مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 27/2/2024. سوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان والأردن وفلسطين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك، واستنانا في انفرادات جاية كتيرة مش هتسمع على اي قناة في اليوتيوب غير هنا اخبار الكورة. شكرا لكم.